اللهم صل على النبي. اول سمكه بتبرك معانا كده، الله اكبر يا جدعان. اول شرغوش طبعا، صلاه على النبي. اول شرغوش معانا اهو يا جماعه، بالصلاه على النبي. الله اكبر. هو بيقول لك انا فين. بصوا يا جماعه سبحانك يا رب. طبعا البقاليديس اهم الاثنين اهم، مثلا هتطعم اثنين في السنور، الثلاثه الكراون اللي قلنا عليه تمام. بتطلع واحده بواحده، يعني بتطلع واحده كده اهو بواحده كده اهو، بتطلع اللحم ده كله اهو كده. هو هيسقط الميه يا حبيبي. يا جدع اهو زيكم. بص الناس بتصطاد اهو، محدش بيصطاد حاجه يا جدعان. مش ممنوع. ايوه ما ينفعش الطياره يعني. بدل الخياط واحده سرعه يلا بدل. هنا اي واسعه دخلنا هنا صخره. كنت عملت لك بس نزلنا نازله عدله بس والنبي عمر. خليك كده عمر خليك كده عمر. اخش كده ليه؟ اعرف انزلها. لا والله ليه؟ اعرف انزلك والله. وانت عاملين ليه؟ عشان بقى تبقى هنا بس حتى عشان البيرك دي. هو عم يطلع لها قدام استقبلها. لا خليك هنا. طيب ماشي. السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده السبت 10/6/2023. النهارده يا جماعه جينا جزيره ميامي، او بمعنى ادق جزيره الزفره، لان جزيره ميامي اللي هي اللي قدام سيادتك دي ورايا، هم هنا في جزيرتين. الحته اللي احنا فيها دي اسمها جزيره الزفره. الناس القديمه عارفه الكلام دوت، صحاب المكان هنا الناس القدام عارفين الكلام ده. طبعا يا جماعه حاله البحر النهارده ريح غربي، اول مره يعلق كده من الغرب، لان بقاله فتره كده ماسك شرقي وشرقي براني. فكده اقدر اقول لكم ان النهارده اول يوم للملتم الصغير يدق. النهارده يا جماعه جينا جزيره الزفره، الميه جامده شويه نسبيا. عايزين نشتغلوا على البطاطا اليومين دول، المفروض يكون في بطاطا شوم، بطاطا كبيره. بنعمل في الله خير ان شاء الله ان احنا نعترف السمك دوت. وطبعا يا جماعه يعني ايه، الملتم كله خير وكله شراغيش، بس هنا الاماكن اللي هنا هنجربه برضه على الشراغيش في الحموه لما الشمس دي على شويه كده هنجربه، عشان انا ما اشتغلتش على الشراغيش قبل كده في المتانق هنا. هنشتغلوا بالعجينه والزفر عيش، ويلا بينا نوريكم طريقه القرمه ونوريكم المرام اللي احنا هنقف فيها. طبعا اخواتي وحبايبي انتوا فاهمين البوصه وعارفينها كويس. 6 متر نيبولا فرنساوي. حاطين النهارده فيلا كبيره شويه نسبيا تمام. يعني بصوا وزنتها قد ايه، اتمنى تكون الوزنه باينه. شعر فوق 25 تحت 18، شلاط 16 النرويجي اللي هو زي الفرنساوي يعني، بس انضف من الفرنساوي شويه. طبعا حاطين يا جماعه عده الكاست، وخيلت شويه اول ما جيت بس ما فيش سمك حتى ظهر ولا وصلني. والعده جاهزه ومستعده. طبعا عود بولتريكس 4 متر ونص، مكنه تبن الرابله دي دو. طبعا يا جماعه المرامي هنا جميله، مرامي كاست من الدرجه الاولى، بس انا خيلت وجربت ما فيش سمك جالي. فمحضرين العده برضه عشان لو في قرص جه ولا حاجه يبقى الدنيا ماشيه برضه. وادي المرامي طبعا المايه جامده يا جماعه شويه، المايه جامده نسبيا شويه. هنحاولوا كده ربنا يستر علينا يا رب الدنيا كده، نقفوا وناخدوا ايه وقفه عدله كده شويه في المرامي اللي هناك دي كده على الجنب الشمال. طبعا دي جزيره الزفره يا جماعه، واللي هناك دي جزيره ميامي. احنا هنا في جزيره اسمها جزيره الزفره، هنستلفوا سمك البطاطا ان شاء الله خير. ويلا بينا نرموا ونجيب لكم حاجه على مباشر على طول. وطبعا زي ما قلت لك الزفر عيش والطعم عجينه. معانا العجينه بتاعتنا طبعا، العجينه، وعاملين حته لقمه اللي هو العيش البلدي اللي احنا بنعجنه العادي ده. يبقى معانا دي ودي. طبعا اي حاجه فاتتك في القرمه او طريقه العجينه او طريقه ربط القرامي هسيبها لك في صندوق الوصف. ويلا بينا نجيب حاجه على المباشر. اخواتي وحبايبي اشتغلنا على البطاطا كده، بس برده مش واكله لان المايه جامده نسبيا بالنسبه للجزيره. وطبعا الحوض اللي ورا هنا كله حباظلم وكله سمك رفيع. فحاولت اكست شويه برده على المياس، للاسف السمك ما ظهرش برده، حتى ما علمش عليا في الحموه تاني. يعني بعد ما خيلت الصبح اول ما جيت خيلت تاني بس السمك برده ما ظهرش. فدلوقتي هنشتغلوا على الشراغيش، وعملنا بوصه الشراغيش. طبعا انا بحكي لك الفلوج النهارده ماشي معايا ازاي، اليوم ماشي معايا ازاي. اشتغلنا بالعجينه، ما سمك رفيع في الحوض والبطاطا مش دقه في وش البحر. فعملنا قرمه الشراغيش، بوصه 6 متر، شعر فوق 45 تحت 40، بلحه رقم 2، سنار 3 كراون.
اتمنى يكون السنار واضح قدامك. ودلوقتي هنشوفوا ازاي نطعموا البقاليدس ونرمي واحده على المباشر مع بعضينا، لعل وعسى كده ربنا يسهل في الشراغيش. طبعا البقاليدس اهم الاثنين اهم، مثلا هتطعم 2 في السنار، ال3 الكراون اللي قلنا عليه، تمام. بتطلع واحده بواحده، يعني بتطلع واحده كده اهو بواحده كده اهو، تطلع اللحم ده كله اهو كده، تمام. ادي واحده طلعت اهي، اهي حته اللحم ايه تطلع. تيجي الثانيه تقوم جاي مطلعها بنفس الطريقه، واحده تطلع بواحده، تحكها كده تطلعها زي ما هي ايه، بحته اللحم كلها زي ما هي كده اهو. طلعوا الاثنين تمام. تقوم جاي ماسك السناره، ده للناس اللي طلبت مني طريقه تطعيم البقاليدس. تمسك السناره تدكك واحده اهي، اتمنى تكون واضحه، ان شاء الله تكون واضحه كده. تدكك اهو، تدك عادي خالص يا جماعه، يعني ايه مش طريقه معينه ولا الكلام ده، انت بس المهم تشبكها جامد في السنار وتملى السنار. طبعا احنا في اول الموسم والسمك ده المفروض ان هو بيرغب العقر، بس انا النهارده ما كنتش ناوي اشتغل على الشراغيش اصلا. المفروض البطاطا هنا تدق، بس عشان المايه جامده فاحنا قلنا هنشتغل على الشراغيش. ويلا بينا نرمي واحده كده ايه على المباشر مع بعضينا. ادي الطعمايه بتبقى بالمنظر ده. يلا بينا نرمي واحده على المباشر. ولازم تفهم حاجه مهمه في الجزر، مفيش مزانق قوي، فبترمي في المجر، يعني دخلت ميه للبلوكات اللي هي محطوطه في جزيره الزفره ما بين البلوكات وبعضها كده، ايه مش مزانق زي الحواجز وكده. ونجربه ونشوفه ونتوكلوا على الله. يلا يا جماعه كده ايه نتوكلوا على الله. بعد ما طعمنا البقاليدس زي ما انت شفت، نرموا كده واحده مع بعضينا. جزر طبعا انا كنت شغال هنا على البطاطا فاهمني، بس ما لقيتش برده ايه سمك واكل عيده. هنرموا كده في مجرى زي اللي قدام مننا كده، زي اللي انا مشاور عليها كده اهي. ترمي تحط البلحه بتاعتك، سمي الله. طبعا طعمنا البقاليدس زي اللي احنا قلنا عليها تمام. سمي الله وترمي في المجرى كده اهو. مثلا دخلت ميه زي دي كده هتلاقيها غرق. بصوا يا جماعه اهو من 6 متر نزل اهو اهو. انا كده رامي ايه راميه صحيحه يعتبر. مش شرط برضو في الشغل بتاع الجزر في المزارق، مش شرط ان انا انزل على الارض، ممكن تعوم شويه لان ساعات السمك بيبقى عايم. يعني تجرب كذا مكان. طبعا ما اشتغلتش قبل كده على الشراغيش، بس لسه الشراغيش برضو الموسم بيبتدي. وبالنسبه للبقاليدس سمكه احنا عارفينه وشفناه ياما مع بعض، فبنرمي رميه كده على المباشر عشان اعرفك ازاي ترمي برضو. ولو ربنا اراد خدنا حاجه على المباشر يبقى خير وبركه ان شاء الله يا رب يا كريم، يا رب يا رب ده الحال يا رب. اللهم صل على النبي. اول سمكه بتبرك معانا كده، الله اكبر يا جدعان. اول شرغوش طبعا، صلاه على النبي، اللهم صل على النبي. هات عليه هات عليه شراغيش الزفره يا رجاله، اول مره اشتغل عليها في المزانق. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اول شرغوش معانا بالبقاليدس يا رجاله. خليك معايا واللي جاي احلى واكبر بعونك يا رب. خليك معايا. العب يلا وريهم يلا، العب يلا. انزل هنا اهو، حلاوتك يا متدلع. لو داروا دول يبقى زي الفل. اول سمكه معانا كده يا جدعان من البركه اهي. خليك معايا واللي جاي احلى واكبر بعونك يا رب بالبقاليدس. اخواتنا الصيادين الله كريم، الحمد لله رب العالمين. كده خلصنا صيد النهارده السبت 10/6/2023. طبعا جينا جزيره الزفره اللي هي جزيره ميامي يا جماعه، زي ما انا قلت في اول الفيديو، جزيره ميامي وجنب منها جزيره الزفره. اشتغلنا على البطاطا النهارده، كان في سمك رفيع ياما بطاطا كتير، يعني كتير رفيع ما رضيتش اصور بحيث ان انا ما ياخدش من وقت الفيديو حاجات مالهاش لازمه. ماشي اتسلينا وخدنا طبق برده ربنا رضانا ما نروحوش فاضيين. واشتغلنا على الشراغيش زي ما حضرتك شفت. طبعا خدنا كبش السمك، هو سمك رفيع، في بعض واحده، في بعض بطاطا متصلحه شويه. ربنا رضانا برده بسمكتين ما نروحوش فاضيين. ده الشراغوش اللي جه معانا على البقاليدس. في بطاطا رفيعه ياما يا جماعه، هبظلم كتير، بعض بطاطا متصلحه، بعض وحايد، جناجير برده كتير في البرك. السمك لسه راغب العقر يا جماعه، مش راغب البقاليدس. بس احنا النهارده كان معانا عقر، كنا جايين مستهدفين البطاطا او البوري، بس للاسف المايه كانت جامده عليه شويه. قضينا يوم حلو الحمد لله رب العالمين، كل امر الله خير. جينا قضينا يوم زي الفل وعشنا وقت جميل جدا جدا. وجزيره الزفره يا جماعه من الاماكن اللي هي حلوه بس عايزه بحر مناسب. يعني احنا جينا البحر النهارده المايه جامده، ملتم لسه شغال، ده النهارده الملتم ريح معلق من الغرب ولسه هيشد البحر دوت، هيفضل مستقر
على العلو دوت لفتره، ممكن 5 ايام 6 ايام ويزيد او يقل. المهم ان الملتم كده زاد وبدا من النهارده. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده حتى لو بمعلومه، وما تنساش تدعمنا بالاشتراك واللايك، وما تنساش تعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.